النادي الاهلي الافضل يعني. اللقب السابع للاهلي كافضل نادي في العام 2005 2006 2008 2012 ثم 2013 واخيرا في هذه السنه 2023. الاول هنقول مبروك للنادي الاهلي. مبروك لمصر طبعا النهارده 3 جوائز. كل السيستم اللي موجود في النادي الاهلي والنظام المتميز دايما ان شاء الله بيكون الافضل يعني. صحيح. شرفتوا مصر يا رجاله وهنهتف على طول. شرفتوا مصر يا رجاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرتك اذا كانت دي اول مره بتشاهدني او بتشاهد القناه، يا ريت حضرتك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل الموجودين، وفضلا وليس امرا تضغط لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين معانا في القناه وينتشر. على بركه الله نبدا الفيديو. الاول هنقول مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي النادي العالمي اللي مشرف دوره افريقيا زي ما قال متسبي في قلب حفل توزيع جوائز الكاف. الاهلي اللي رافع راس عالميا، ودي الحقيقه. فيديو كامل للاستاذ طارق قنديل وهو في مداخله مع الاستاذ ابراهيم فايق، وبيشرح احساسه لما طلع 3 مرات عشان يستلم جوائز، وتعليم متسبي على الاستاذ طارق، وايه الرد الفكاهي اللي رد عليه الاستاذ طارق. انا معايا على التليفون الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي النهارده كان موجود على المنصه ليتسلم جوائز الافضل. استاذ طارق اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل، مبروك، مليون مبروك. اهلا بك يا استاذ ابراهيم، مبروك لكل الاهلاويه، مبروك لمصر طبعا النهارده 3 جوائز يعني محسوبين للنادي الاهلي بتاريخه العريق. الحمد لله يعني استقبال حافل من كل النواحي. 2006 2005 2006 2008 2012 ثم 2013 واخيرا في هذه السنه 2023. كيف يمثل لك اللقب السابع للاهلي كافضل نادي في العام؟ طبعا حاجه الحمد لله بنحمد عليها ربنا، وبنتمنى دايما النادي الاهلي كعادته دايما يكون على منصات التتويج. يعني ده النادي الاهلي الحمد لله اللي بيشرفنا كلنا، وده قدره ان دايما بيبقى مطلوب منه على طول انه يبقى الاول ويبقى على المنصه دايما يتوج بالافضل، فربنا يديمها نعمه يا رب ان شاء الله. ايضا كيف ترى من وجهه نظر حضرتك فوز بيرسي تاو بلقب افضل لاعب داخل القاره؟ وبيرسي لما جه النادي الاهلي كان منتظر منه كتير، عطل شويه بس نور واصبح الان افضل لاعب في القاره الافريقيه. شايف ازاي الموضوع ده من وجهه نظرك يا استاذ طارق؟ شايف ان الحمد لله منظومه النادي الاهلي طبعا هو لاعب هايل، وفي نفس الوقت منظومه النادي الاهلي اللي بيندمج فيها دايما بكل اسسها وبكل الاسس اللي هي مبنيه عليها وبكل السيستم اللي موجود في النادي الاهلي والنظام المتميز دايما ان شاء الله بيكون الافضل يعني. صحيح. حضرتك النهارده وانا بعرض اللقطات طلعت على المسرح 3 مرات لاستلام 3 جوائز. اوصف لي احساسك ايه وانت بتقوم 3 مرات، ال3 مرات علشان يتكرم بشكل او باخر النادي الاهلي؟ طبعا حاجه تشرف وحاجه تفرح، وكانت مسار تهريج من متسبي. ما كنتش متخيل يعني مش قلت له لا متخيل. لو في حاجات تانية، قلت له لا لو في حاجات ثانيه انا موجود لسه يعني مش هروح. ما يجراش حاجه ما يجراش حاجه، الاهلي يجيب شنطه كبيره ويعبي فيها زي ما هو عايز جوائز. دايما الاهلي يستحق الحمد لله. صحيح. واخيرا حضرتك فضلا وليس امرا، حضرتك يا ريت تشترك بالقناه اذا ما كنتش اشتركت في القناه وتفعل زر الجرس، ومن فضل حضرتك تضغط على لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.